رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. وبمناسبه رمضان احنا قررنا نعمل مسابقه ونعمل تحدي كده بمناسبه القران، عشان كده ناخد ثواب. وتحدي بمناسبه القران الكريم يا جماعه، هنعمل حاجه النهارده، حاجه هناخد فيها ثواب، والحاجه ديت ان شاء الله تعجبكم. احنا الوقت التحدي هنسال احمد 5 اسئله ونسال عبد 5 اسئله. والسؤال الاول هقول الايه واقول له كمل، اللي يكمل يبقى كسب. ماشي يا جماعة، ويلا نبدأ التحدي. طبعا يا جماعة السؤال الأول هنسأل العبد وهنقول له آية قرآنية وهنقول له كمل، ولو كمل يبقى هو كده كسب. وهنسأل أحمد برضه، لو أحمد كمل يبقى 1-1، اللي يكمل فيهم هو اللي هيكسب. ويلا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه إلا ذكر للعالمين. كمل. دي سورة التكوير، هعد لك لغاية 5. 1 2 3 4 5. بس كده خسرت. وعايز اقول لك ان الايه اللي بعديها لمن شاء منكم ان يستقيم، سوره التكوير يا جماعه. طبعا يا جماعه عبد خسر، فهنسال احمد نفس السؤال وهنشوف هيكسب ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر. كمل يا ابني. لا بصراحة أنا مش عارف. هو مش عارف انا اعطيناك الكوثر. استنى انت اتكلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الفضيحه اللي فضحها لنا احمد، مش عارف يقرا صوت الكوثر، ودي فضيحه طبعا بمعنى الكلمه. وكده هما الاثنين خسروا. وهنبدا السؤال الثاني يا جماعه. السؤال الثاني هقول الايه واقول لهم في سوره ايه، ويلا نبدا يا جماعه. هقول الايه العبد وهنقول له في سوره ايه، ولو عرفها صح يبقى هو كده كسب. بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الآية ديت في سورة إيه؟ عبسة. أنا صببنا الماء. إجابة صحيحة يا جماعة، إجابة صحيحة. شققنا الأرض شقا فأنبتنا فتح فيها الله عليك حبا. فتح الله عليك. وبكده عبد هيبقى كسبان 1 وأحمد 0. وهنقول الآية الثانية لأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، احمد طبعا مش حافظ القران، فهنقول له حاجه كده، حاجات يعني هاديه. هنساله سؤال بسيط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد. الايه دي في سوره ايه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. انا عارف انت حافظها، بس الايه دي في سوره ايه؟ هديك اختيارات: الفلق، الناس، الاخلاص. الإخلاص. صح يا جماعة، فعلا أحمد جاوب صح، وبكده 1-1 يا جماعة. والسؤال الثالث يا جماعة اللي هو فعلا سؤال لولبي يا جماعة. طب يا جماعة كده أحمد 1 وعبد 1. والسؤال الثالث يا جماعة أنا هسألهم كل واحد سؤال وهقول لهم كمل، واللي هيكمل يبقى هو كده كسب، واللي مش هيكمل يبقى هو كده خسر. هنقول لعبد بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء الطارق. كمل. النجم الثاقب. بس. وفعلا يا جماعة عبد عرف الآية اللي بعديها، وبكده عبد كسب. وهنسأل أحمد عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كمل. الرحمن الرحيم. وبكده يا جماعة أحمد عرف سورة يا جماعة اعذروني، بس هو ما مش حافظ القرآن، فلازم اجيب له حاجات كده. وزي ما انتم عارفين اللي مش حافظ القرآن دوت بقى ضعيف. وبكده عبد 2 واحمد 2. وهنسأل السؤال وهنشوف مين فيهم اللي هيعرف الآية دي رقم كام يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر حاسد إذا حسد. الآية دي رقم كام؟ رقم 5. وفعلا يا جماعة أحمد جاوب صح، والإجابة رقم 5. والسؤال الثاني مع عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الآية دي رقم كام؟ فسبح بحمد ربك وابتغاه. الآية دي رقم كام؟ 2. فعلا يا جماعة عبد جاوب صح، وفعلا الآية رقم 2. والسؤال الصعب الأخير يا جماعة اللي محدش هيتوقع في البرية كلها، هنسألهم سؤالين. من هو النبي الذي دفن في نهر النيل يا حبيبي؟ يا جماعة احنا هنعد لهم 1 2 3. موسى. اجابتك موسى. انت كده غلطت. انا هسأل احمد، لو احمد جاوب غلط برضك هديك اختيارات. قول لي يا احمد، قول لي يا ابني، سيدنا يوسف عليه السلام اتدفن فين؟ عدلك 1 2 3
خمس. هما الاثنين ما عرفوش يا جماعه، هما الاثنين مش عارفين سيدنا موسى اتدفن فين. فبصراحه انا متضايق منهم، وهسالهم سؤال اسهل. من هو خاتم النبيين يا احمد؟ سيدنا محمد ابن عبد ابن الله. عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كعب، ابن مرة، ابن زريب، ابن حارثة، ابن كالوب، ابن كلاب. ونعم الكلام يا جماعه. طبعا ده غلام صغير يجاوب عن اسئله في ديننا. طب يا جماعه السؤال الاخير اللي هننهي بيه الحلقه بتاع النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. من هو النبي الذي ولد بدون اب؟ هو ابن السيدة مريم، عيسى عليه السلام. إجابة صحيحة. من هو النبي الذي ولد بدون أم ولا أب؟ سيدنا آدم عليه السلام. أنا يا جماعة الاثنين جاوبوا صح، فاحنا مش عارفين ننهي مين الوقت. ده 4 وده 4، هنقول لي مين الوقت. السؤال الأخير اللي هيجاوب بسرعة، ماشي؟ وعد لهم 10 ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأخير يا جماعة اللي هننهي بالحلقة. النهارده كام رمضان؟ النهارده 6 رمضان. 6 رمضان. إجابة صحيحة، 7 رمضان. وبكده يا جماعة أحمد يفوز معانا النهاردة 7 رمضان. النهاردة 7 رمضان، وبكده عبد يخسر يا جماعة. وبكده تنتهي الحلقة. تحب تقولي بعد ما خسرت؟ الحمد لله انا خسرت من واحد ابن عمي، احسن ما اخسر من واحد غريب. بس كده؟ بس. طب إيه رأيك في شهر رمضان؟ عادي زي اي شهر صمته قبل كده. طب أنت ما تحب شهر رمضان ولا لأ؟ ايوه طبعا. طب أنت ما تصوم ولا لأ؟ ان شاء الله والحمد لله صوم. وأنت إيه أكتر حاجة بتحبها في شهر رمضان؟ تلعب بابجي صح؟ أكتر حاجة بتحبها في شهر رمضان؟ شهر كريم وشهر. أنت بتحب صلاة التراويح؟ ايوه. وأنت؟ وانا ما احب هاي. لا أنت قول حاجة مختلفة. أقول لك أنا بحب في شهر رمضان الفطار. صلاة التراويح. صلاة التراويح يا جماعة. طب هو ما يحب صلاة القيام، ده ما يحب صلاة القيام. وبكده تنتهي الحلقة يا جماعة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يجيلكوا الاشعار. وانت يا ابني قول له. ودوسوا لايك واكسبلور. وبكده تنتهي الحلقة يا جماعة. السلام عليكم.